السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة عالم العروض والتقنية. أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد. ناس كتيرة سألت على القسايم اللي بتيجي من فودافون لما بنشحن ب10 جنيه أو أكتر أو نعمل أي عمليات بيجيلنا قسيمة. القسايم بقت قليلة جدا. أنا النهاردة شحنت في أكتر من خط، جالي قسيمة واحدة واتش إت، مجاليش ولا نون ولا بيم ولا طلبات. فلو في أي جديد إن شاء الله هشارككم في فيديو جديد. النهاردة احنا معانا الفوازير، هندخل كده على الفوازير ونحل الفوازير. هنلعب لوحدنا، معانا 10 محاولات ونبدأ نلعب. لسه قطعة واحدة عشان نكسب الجايزة الكبيرة، بتبقى 1 جيجا أو 5 جيجا أو واتش إت أو تلفزيون. ونشوف كده فودافون هتعمل معانا ايه. بنقدم شخصية جعفر العمدة في واحد من أعماله، ده محمد رمضان. مسلسل واحد من المسلسلات دي بيدور في قالب كوميدي، هيبقى ديبو. مسلسل جراند اوتيل من أشهر المسلسلات اللي صنعت نجومية الفنان عمرو يوسف تقريبا. تعرف مين بطل المسلسلات دي؟ كلبش ونسل الأغراب وراس الأفعى، أمير كرارة. لو متابع كويس أسامي المسلسلات اللي هتعرض في رمضان 2026، كمل اسم المسلسل صحاب الأرض. كسبنا 300 ميجا و5 قطع مكررين. هنلعب تاني كده. مسلسل زلزال من أشهر أعمال الفنان محمد رمضان. مين قدم شخصية نظام الملك في مسلسل الحشاشين؟ كان تقريبا فتحي عبد الوهاب. فتحي عبد الوهاب. دينا سمير غانم قدمت كل الأعمال دي ما عدا فاتن أمل حربي. نفتح كده، ده تقريبا الغاوي. كل المسلسلات هتتعرض في رمضان 2026 ما عدا جت سليمة. برضو كسبنا 5 قطع مكررين. هنحول الخط كده ونرجع لكم تاني، وده خط تاني كده، وندخل برضو على الفوازير ونلعب لوحدنا. وهنلعب مثلا، هنا معانا 20 محاولة لأن كنت شاري في الخط ده. تعال نلعب كده أول واحدة ونشوف، وبعد كده نكمل ايه. طبعا لسه برضو قطعة واحدة هنا، ونلعب الفوازير. منى زكي عملت لنا تحفة درامية اسمها تحت الوصاية. مسلسل عن 4 إخوات بنات بيوهموا أخت ليهم إن كل أحلامها بتتحقق، وبتتفاجئ إن جوزها اتقتل بشكل غامض. تقريبا ده أخوتي، وأنا مفرجتش عليه، بس هو تقريبا هو ده. مسلسل واحد من المسلسلات دي بيدور في قالب كوميدي، هيبقى فرقة ناجي عطا الله. نفتح كده، مش وقت خالص للي حضرتك بتقوله ده. جدول حضرتك مقفول جدا وكفايه ده قوي اللي حضرتك. الصفارة. كل هؤلاء يغيبون عن دراما 2025 ما عدا منة شلبي. كسبنا برضو 5 قطع و5 مكررين. فودافون مش ناوياها. هنلعب تاني كده برضو، ونلعب يا رب نكسب الجايزة الكبيرة. بطل المسلسل الكوميدي الصفارة كان الفنان أحمد أمين. شخصية قدمها أكرم حسني في واحد من أعماله، إبو. إبو تقريبا، إبو. نيلي كريم قدمت كل الأعمال دي ما عدا عملة نادرة. لأ، تحت الوصاية، تحت الوصاية. طبعا نفتح طبعا كده، حريم. ده حكيك نسل حكي الأغراب. حريم. مسلسل فن الحرب في رمضان 2026 من بطولة النجم يوسف الشريف. الأسئلة فصلت طبعا، بدأت من أول تاني، وكويس عشان يبقى عندكم أكبر عدد من الأسئلة. واحد من الفنانين دول شارك في بطولة مسلسل فيه بياتنا روبوت، هشام جمال. مسلسل جميل جدا بصراحة. آخر جزء من المسلسل الكبير كان في رمضان سنة 2024. أمنية خليل قدمت كل الأعمال دي ما عدا تحت الوصاية. ركز في الإيموجي ده، قول لنا معبر عن مسلسل إيه.
الصياد. أحداث مسلسل رأس الأفعى في رمضان 26 بتدور في قالب مخابرات وأكشن. كسبنا 5 قطع. نبدأ تاني كده. أحمد داش وعصام عمر شكلوا ثنائية جميلة في مسلسل مسار إجباري. مصطفى شعبان طلع تاجر سمك في مسلسل المعلم. مسلسل واحد من المسلسلات دي بيدور في قالب كوميدي كارثة طبيعية. ركز في الموجي ده النص. مين قدم شخصية رضوان البرنس في واحد من أعماله؟ محمد رمضان. برضه هنا مكررين. هنلعب بقى إيه؟ هنطلع كده. نطلع يا عم. هنطلع. مش هتطلع ليه؟ ماشي. وهنلعب الصفحة التانية. لسه لنا 7 قطع. نبدأ اللعب كده ونشوف أسئلة جديدة. ايه المسلسل اللي بيتعرض منه جزء تاني في رمضان في 26؟ النص. في مسلسل بالطو عصام عمر كان شغال في وحدة صحية مكانها فين؟ في الأرياف. مسلسل على قد الحب في رمضان 2026 من بطولة، مش عارف بس تعالى كده نشيل 2. نيللي كريم. حلو، عرفنا معلومة جديدة. ولما فن دول شغالين مثلوا سوا في مسلسل ايه؟ مملكة الحرير. لو متابع كويس قائمة مسلسلات رمضان 2026، ايه المسلسل اللي هيتعرض السنة دي من المسلسلات دي؟ حكاية نرجس. معانا 5 قطع. ونشتري عشان خاطركم 5 باقات أسئلة ب150 فليكس. تمام كده. ونرجع تاني نكمل الصورة دي لعلنا نكسب الجايزة الكبيرة. مين الفنانة اللي بتشارك ماجد الكدواني في بطولة مسلسل كان يا مكان في رمضان في 26؟ يسرا اللوزي ولا يسرا اللوزي تقريبا، أو يسرا اللوزي. ماشي. فاكر اسم شخصيات محمد سلام وجهاد؟ كان محمد وشروق في كارثة طبيعية. الفنان أمير كرارة مشهور بتقديم الأدوار الأكشن. ولنا اسم المسلسل ده إيه؟ أو ده اسمه شهريار في جودر. كل المسلسلات دي هتتعرض في دراما 2026 ما عدا هتبقى إخواتي راس الأفعى. ماشي معانا. عين سحرية هتبقى توابع. ازاي؟ إخواتي ده قديم. ماشي. يبقى إخواتي ده مسلسل قديم. ماشي. مين قدم شخصية زلزال في واحد من أعماله؟ محمد رمضان. الأسئلة دي مكررة. مسلسل واحد بس من المسلسلات دي بيدور في قالب أكشن. الصياد. مسلسل كوميدي اجتماعي عن أم مطلقة بتروح الجامعة وبتنتحل شخصية قريبتها وبتعيش سنها عشان تعوض سنين حياتها عايشة الدور. تعرف مين بطل المسلسلات دي كلها؟ جودر، الفتوة، رحيم، ده ياسر جلال. مسلسل علي كلاي بيدور في قالب ايه من القوالب دي؟ اكشن ودراما. ولا في اكشن ولا في حاجة والله، بس هنعمل ايه؟ بكذب عليكم. مسلسلات غريبة. ماشي. مين قتل زينة في مسلسل ورد وشوكولاتة؟ محمد فراج. مين الفنان اللي اغلب ادواره كوميدية من الفنانين دول؟ عادل امام. مين شارك في مسلسل ولاد الشمس من الفنانين دول؟ محمود حميدة. ولنا الفنانين دول مثلوا سوا في مسلسل ايه؟ ده مسلسل سوتس. كل دي مسلسلات اتعرضت في دراما 2026 ما عدا لام شمسية. برضو مقررين. تعال كده نلعب الصورة الأخيرة. نطلع نخش على الفوازير. نلعب لوحدنا ونجرب الصورة الأخيرة. لسه ما كملناش فيها أي قطعة. نبدأ نلعب كده ونشوف الأسئلة. خالد النبوي قدم شخصية مين في مسلسل رسالة الإمام الشافعي؟ مسلسل شهادة معاملة أطفال. كان المسلسل اللي رجع الفنان
محمد هنيدي بيه لدراما رمضان، كان حلو برضه. الفنانة نقط هتشارك أحمد العوضي بطولة مسلسل علي كلاي في رمضان 2026. منى زكي، درة، يسرا، أمنية خليل. مش أمنية خليل، أمال مين؟ تعرف مين بطل المسلسلات دي كلها؟ فاكر المسلسلات دي بطولة مين؟ الوصية، الكابتن، بابا جه، ده أكرم حسني. في مسلسل النص في رمضان 26 أحمد أمين وأصحابه عبارة عن إيه؟ عصابة. كسبنا 4 قطع. نلعب تاني كده. محمد فراج قتل مين في مسلسل ورد وشوكولاتة؟ زينة. مين الفنان اللي أغلب أدواره كوميدية من الفنانين دول؟ هشام ماجد. مسلسل عاش الدور من أجمل مسلسلات النجمة دينا سمير غانم. نفتح كده. احنا طبعا عارفين ان دي اخر قضيه في مسيرتك. بنت جميلة مقتولة على الطريق، خريج جامعة أجنبية. نادي على المتهم. والله مش عارف ده عبارة عن ايه، بس نضرب كده من كده. فرصة أخيرة. فرصة أخيرة. جميل. طلع فرصة أخيرة، ماشي. كل دي مسلسلات اتعرضت في رمضان 2026 ما عدا حكيم باشا. تمام. أكتر حاجة الواحد يهبد ويطلع صح. نختار ماشي كمان 150 فليكس ونرجع نكمل بس. آخر واحدة دي فيها دهب. دي فيها دهب لو احنا كسبنا الجايزة الكبيرة. تعال كده نبدأ نكمل. حسام عمر كان شغال في مسلسل بالطو مدير وحدة صحية. المسلسلات الجميلة برضه. مسلسل واحد بس من المسلسلات دي بيغلب عليه الغالب الدرامي. جزيرة غمام. مين شارك في مسلسل زلزال وكان عدو محمد رمضان؟ مفرجش على المسلسل ده أصلا، بس مش أحمد العوضي، خالد الصاوي، مش ياسر جلال، خالد الصاوي، ماجد المصري. انا عندي مظلمه. انا تعبان تعب. انا والله احنا تعبانين زيك غلبان برضه غلب. النص. في مسلسل فخر الدلتا أحمد رمزي سافر من قريته عشان يعمل انترفيو. ماشي يا جماعة، لسه آخر مرتين كده وننهي الفيديو النهاردة ونقابلكم إن شاء الله في فيديو جديد. إيه المسلسل اللي اتعمل منه أكتر من جزء من المسلسلات دي؟ الاختيار. حسن الصباح في مسلسل حشاشين كان بيوهم أتباعه إنهم في الجنة باستخدام نبات مخدر. حاجة يعني. مسلسل عائلة الحاج متولي من أشهر وأنجح أعمال الفنان نور الشريف. وهنا الفنانين دول مثلوا سوا في مسلسل إيه؟ محمد رمضان هيبقى ده محمد رمضان. آخر واحد اللي هو البرنس، ماشي. أمين كرارة هيقوم بطولة مسلسل إيه في رمضان في 26؟ راس الأفعى. ماشي يا جماعة، لسه قطعتين آخر مرة كده، ولو ما جبتلناش هننهي الفيديو ونقابلكم إن شاء الله بكرة لو في العمر بقية. محمد رمضان بطل كل المسلسلات دي ما عدا موسى، ماشي. البرنس، النمر كان محمد إمام، ماشي. عطلة ناجي، فرقة ناجي عطلة. مسلسل واحد بس من المسلسلات دي بيغلب عليه القالب الدرامي. ورد وشوكولاتة. نفتح كده ونشوف. وطيور الوانها زاهيه بتغرد ده جودر. في مسلسل فخر الدلتا أحمد رمزي بعد ما اتقبل في الشغل في مصر راح يدور على إيه؟ على سكن. تمام كده يا شباب، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. ويا ريت لو حد كسب الجائزة الكبيرة يكتب لنا كده في التعليقات. واستنونا إن شاء الله لو في جديد في موضوع القسايم إن شاء الله هنعمل فيديو جديد ونشاركه معاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.